الإسلام، إنه إذا حل علينا فصل الصيف بحره نسعى إلى اتقاء الحر بكل الوسائل، بالذهاب إلى الأجواء الباردة وبالظل الذي ينتفع به المرء، بل وبشراء بعض الوسائل التي تعين المرء على التبرد من مكيفات ومراوح وغير ذلك. قولوا لي بربكم تتقون حر نار الدنيا فكيف لا تتقون حر نار جهنم؟ وقد قال بعض السلف من يتقي حر الصيف في الدنيا كيف لا يتقي بترك الذنوب حر جهنم يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وأعدوا لذلك اليوم عدة عظيمة بتقوى الله جل وعلا، بفعل الطاعات وترك المنكرات. اتقوا حر نار جهنم بالابتعاد عن أسبابها وتركها من الذنوب والمعاصي، وبفعل ما يباعدكم عنها ويجنبكم تلك النار العظيمة من الأعمال الصالحة والقربات الجليلة التي يحبها رب العزة والجلال. فوالله الذي لا إله إلا هو إننا أيها المسلمون لنصبر على الطاعة ونصبر على المعصية في هذه الدنيا، وصبرنا على ذلك في الدنيا لأهون علينا من صبرنا على حر نار جهنم، تلك النار الشديد حرها البعيد قعرها السرمدي عذابها. إنه إذا حل فصل الصيف ينقسم الناس إلى قسمين مع هذه العبرة والعظة بين مرحوم ومحروم أمة الإسلام، بين عباد الله سبحانه وتعالى المعتبرين المتقين الذين اعتبروا واتعظوا بما في هذا الفصل من شدة الحر فتذكروا حر نار جهنم وسعوا إلى الخلاص منها، وبين أناس إذا حل فصل الصيف صاروا وركبوا في مركب الشيطان والعياذ بالله.